اهلا بيكم في حلقة جديدة ودك الزرار. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن موقع يمكن اغلب المصممين او كلهم يعرفوه. الموقع هو فريبك. طيب، ولكن اللي الناس ما تعرفوش ان الموقع حصل فيه شوية تحديثات كده ممكن اغلب المصممين ما خدوش بالهم منها. تعالوا مع بعض في حلقة النهاردة نشوف ايه هي التحديثات دي ونقدر نعمل بها ايه. يلا بينا. في البداية كده خليني اقولك ان موقع فريبك ضاف شوية تحديثات، منها ان انت تقدر تعمل عليها تصميم او تعمل عليه صورة انت محتاجها بالذكاء الاصطناعي. تعالوا مع بعض كده ناخد لفة في موقع فريبك ونكتشف مع بعض نشوف عملوا فيه ايه جديد. يلا بينا. ده الموقع قدامنا زي ما احنا شايفين كده. انت مش هتحس ان هو اتغير في حاجات كتير، ولكن تعالى كده خلينا نستعرض الاقسام بتاعته. اول حاجة عندنا وهي الفيكتورز. الفيكتورز طبعا احنا كلنا عارفينها وبنستخدمها، اللي هي الحاجات اللي بنستخدمها في الستريتور وكده. بعد كده الفوتوز. السكشن الجديد هو فيديوز، ده عملوا سكشن جديد. البي اس دي طبعا معروف، 3 دي، الفونتس. وفي عندنا كاتيجوريز، وده بقى تقدر تدخل تلاقي الموضوع فيه شوية تخصصية اكتر. عندك بقى الباك جراوندز، الستريشنز، كارتونز، تكستشرز، الحاجات دي كلها. في حاجة كمان هم ضافوها، ان انت تقدر تعمل سيرش باي ايمج. الاول انت ما كنتش تقدر تبحث غير بتكتب الكلمة وتعمل بحث، ولكن حاليا انت تقدر تعمل دلوقتي سيرش باي ايمج، يعني تحط الصورة اللي انت عايزها وتعمل سيرش، هو هيبدأ يطلع لك الصور الشبيهة ليها. طيب، زي ما قلنا ان احنا عندنا سيكشنز جديدة اضافت في فريبك، هي الفيديوز وكمان الاي اي جنريتور. طيب تعالى كده الاول خلينا نشوف الفيديوز. نقدر ندخل على فيديوز هنا، هيجيب لك اكتر من اختيار في الفيديوز، يعني كل الفيديوهات اللي انت تقريبا محتاجها بقى، سواء مناظر طبيعية، سواء حاجات خاصة باللاندسكيب، حيوانات، ايا كان. انت ممكن حتى تدور بالكاتيجوري، يعني خلينا مثلا هنا نعمل سيرش ونكتب تايبنج، هيبدأ يجيب لك فيديوهات لناس بتكتب، وانت تختار منها حاجات تنفع فوتج للفيديوز بتاعتك. ممكن كمان نيجي مثلا نكتب مونتاج، هيجيب لك فيديوز عن المونتاج وفوتج لو انت عايز تستخدمها برضو في فيديوهاتك عن الناس اللي بتعمل مونتاج والكلام ده كله. طيب، ولكن انا المهم عندي او اللي هتكلم فيه النهارده مش حتة الفيديوز او الفوتج اللي انا اقدر اختارها وكده، لا، انا في عندي حاجة تانية. طبعا فريبك مش هتسيب السباق بتاع الذكاء الاصطناعي وتفضل واقفة تتفرج. تعالوا ما نشوف كده، هندخل مور، هنلاقي حاجة اسمها AI Image Generator. هندوس عليها، هيبدأ يحمل لي الصفحة، هتظهر لي الصفحة دي. هتبدأ بيقولك هنا describe what you want to see، يعني زي الميد جورني بالظبط. هتبدأ تكتب ايه اللي انت محتاج تشوفه، او ايه اللي انت محتاج الذكاء الاصطناعي يطلعه لك. تعالوا كده هنجرب مع بعض، وليكن مثلا هنكتب فورست at night، وهنروح عاملين له جنريت. هي بس حاجة سريعة كده، احنا ما بنكتبش حاجة معقدة، احنا بس بنشوف زي مثال علشان الناس تعرف الدنيا ماشية ازاي. شوف، هو ادانا زي ما احنا قلنا 4 تصورات. طب في حاجة كمان، ان احنا ممكن نعمل ستايل للصورة اللي احنا، يعني مثلا ممكن نروح عاملين ندوس كده ستايل ونختار سواء بقى فوتو، سواء ديجيتال ارت، بينتينج، 3 دي، اي حاجة من دول. طب ما تيجي نجرب كده مثلا بينتينج، وهنقول له جنريت، وهنشوف هو هيدينا ايه. ولكن خد بالك، انت ليك في اليوم 3 مرات تعمل جنريت، تمام كده؟ يعني انت لو خدت هتلاقي عندك فيه هنا، خدت بالك هتلاقي فيه هنا تايمر، كان انت الاول عندك 2 من 3 فاضلين، بعد كده فاضل عندك محاولة واحدة. لما تخلص كل ده خلاص تقدر بقى بكرة تاني يوم لما تدخل على الموقع تجنريت حاجات تانية.
طيب تعالوا كده نشوف الصور اللي طلعها لنا. حاجات حلوة. التطور في الذكاء الاصطناعي بقى قوي وداخل بينا على مراحل لسه احنا مش عارفينها. طيب خلينا نجرب ستايل تاني، مثلا نختار ديجيتال ارت. دي النتيجة اللي هو طلعها معايا، وده طبعا علشان احنا كنا مختارين ديجيتال ارت. الحاجات دي كلها انا ممكن استخدمها زي ما قلنا كإلستريشن، كفوتج عندي او اي حاجة. دي كده كانت جولة سريعة في موقع فري بيك. حبيت بس اوريكم التحديثات اللي فيه لو ما كانش حد يعرفها، ولو في تحديثات تانية احنا ما نعرفهاش او ما خدناش بالنا منها، يا ريت تسيبوها لنا في التعليقات علشان استفيد وغيري كمان يستفيد. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. كنت معاكم أحمد المسلمي وتك الزرار. دمتم بخير.